سلام خوتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ تنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مهم الخوت، جيت نهضر على واحد الموضوع اللي معصبني نيت ديال بصح الخوت. المهم شكرا لكم بزاف اللي معاون بالقليل عاون بالكثير. المساعدة توصلوا كاع الناس اللي في الجبال، ولكن خاصنا نفكروا بالعقل الخوت. راه داك الشيء ديال الماكله وداك الشيء ديال الطبيات اللي ديتو راه غادي يسالي داك الشيء، وها هو جاي البرد. واش هادوك الناس عباد الله غادي يبقاو ناعسين في القياطن في البرد هما وولادهم؟ راه ما يمكنش. وزيد على هاد الشيء الضياع عباد الله، الضياع. انتم غادي نحط لكم شي تصاور حيت ما بغيتش نحط الفيديو. واش عباد الله لا يعقل؟ واش الناس مطلعين لهم ستوكات ديال الحليب وديال الماء؟ الناس اللي ساكنين في الجبل يكون في علمكم، حيت انايا درويشه وبنت الجبل وفقيره وكل شيء وافتخر. راه حنايا ما داك الماء في العهد ديالنا راه يعني تنقولوا الماء ديال البلاد حسن منه. وانتم تخسروا فلوسكم في الماء وتطلعوا حتى القاع ديال الجبل اللي بصعوبه تطلعوا. ما فهمتش انايا علاش هادشي هذا وسميتو. انتم دابا غادي نحط لكم وسطو كطيب الله في الطريق. الناس تيمشيو تياخذوا الناس ديال الجبل تياخذوا الزيت والدقيق والسكر والفرماج الا خداوه، حيت هما الاساسيات عندهم. من الاساسيات ديال المواد الغذائيه الزيت والسكر، الزيت والسكر والدقيق هذا هو الاساس عندهم. وسميتو والسمك المعلب وسميتو. اما الحليب مطلعين ستوكات عباد الله، عباد الله بقاو بلاضو ما عندهمش ثلاجات، فين غادي يديروا داك الحليب؟ والناس انا ما نقدرش نحط لكم الفيديو حيت غادي يجيني عليه حقوق الطبع والنشر، وانا وعندي هذا مخالفه. اما غادي نحطو لكم تشوفوا الضياع وتشوفوا المنكر هذاك انا تنحسبه. واش عباد الله دابا في هاد البلاد كل شيء تصدم الانسانيه اللي في المغاربه وكل شيء سميتو، ولكن خاصنا نفكروا بالعقل ونزيدوا نصدموهم. ماشي حنايا دابا راه عطينا صوره زوينه على المغرب وكل شيء، وملي غادي يجي البرد هذوك الناس غادي يبقاو متشردين في القياطن وكل شيء. لا، داكشي اللي نخسروا في الحليب وفي سميتو نجمعوا الفلوس ونفرقوهم على الناس ديال الدوار، وهما راه غادي يفكروا غادي يديروا ديورهم ريوسهم هما. راه ما كاينش شي انسان تيبغي يبقى عايش متشرد. ايوا شوفوا هذا الشيء الخوت، هذا الشيء راه غير مرمي في الخلا، حتى شي واحد ما داه. شوفوا الماء، واش اصحاب الجبل هما غيديوها في الماء؟ يا ودي خاصنا نفكروا بالعقل. واش الناس غادي يسكنوا في هاد الديور هادو في هاد البرد اللي جاي وهاد الشتا اللي جايه؟ ونفكروا بالعقل. شفتوا هذوك الناس اللي في الجبل؟ اقسم بالله العلي العظيم كون سولتهم اشنو بغيتو، واش الفلوس ولا الماكله والحوايج، تيقولوا لكم الفلوس. علاش؟ حيت هما تيفكروا بالعقل. هما غادي يبغيو اولا يديروا واحد السكن لولادهم باش ما يبقوش في الزنقه، واحد السكن اللي غادي يحميهم من البرد ومن الشتاء ومن الشمس ومن كل شيء. واحد الحاجه اللي شفت عفوا عجبتني، واحد الفلاح اللي طلع الخروف للجبل وتيعطيوهم للناس، حيتاش الناس ديال الجبل مناش تيعيشوا من الماشيه. كون فكرتوا بحال هكا كل واحد تعطيوه جوج نعجات وحولي، وان شاء الله من هنا لقدام يعاونوهم الناس يديروا ديورهم، وهذيك الكسيبه تبدا تكبر ويعيش منها. على هما مناش تيعيشوا، تجيهم المنطقه كل شهر تيعيشوا من الماشيه مساكن، من الدجاج، من الخرفان. داكشي مناش تعيشوا. انا راه بنت الباديه وعايشه هذيك الحياه وعارفه كيفاش دايره. ما عندك كيفاش تعيش في الباديه، بالاخص بحال هذيك الباديه بحال داك الجبل، ما كاين لا فلاحه لا والو. تتعيش من هذيك الماشيه مناش تتعيش وصافي، وشويه ديال الدجاج، وهذه هي الحياه ديال الباديه. من غير هادشي ما عندك ما دير. ما خوتي لا هزيتي الصك ديالك وخوتي البلاد.
ولكن هما الأكترية تيبقاو في البلاد و تيديرو الكسيبة. خاصنا نفكرو بالعقل. دابا حنايا درنا بوم في العالم كله، المغرب مكاينش بحالو في الانسانيه وهكا، ولكن ملي غادي يجي البرد والناس غادي يكونوا ساكنين في الخيام، اش غادي يقولوا علينا؟ غادي يقولوا المغاربه اغبياء ولا شنو؟ خاصنا نفكروا بالعقل والضمير. خاصنا واحد الكونت اللي غادي يتجمعوا فيه الفلوس ويكون ضمانة باش هاد الناس هادو ياك تشرى ليهم ارض ويتبنوا ليهم ديور. هذا هو الحل. من غير هاد الشيء هذا، داكشي ديال المساعدات وتخسر الفلوس، الناس كلاو والتبذير عباد الله. الحليب بقى تماك تيتلاح، ليكوش، الماء. واش نتوما صحاب الجبل غادي يهزوا الماء؟ هما مساكن كيطلعوا داكشي اللي مهم غير بزز فوق الحمير. واش كتعرفوا واش تديروا ولا غير مترمين؟ هذاك اللي شرى الماء راه مدينين نيت، ما فكرش باللي الناس ديال الجبل ما غاديش يشربوا داك الماء وما غاديش يتعذبوا باش يهزوه. اصلا الطريق ما دايزاش باش يوصلهم الماء. اش غادي نقول لكم؟ شويه د الماء ولكن ستوكات ديال الماء راه بزاف. كنتمنى انا من هنا للقدام تفكروا هادوك الفلوس باش تيساهموا المحسنين، كل دوار تمشيو تحسبوا شحال ديال الناس فيه وتفرقوهم عليهم. الا ما هادشي الا ما بغيتيش تشريو الارض باش تبنيو ليهم، هما مساكن بريوس هما غادي يمشيو غادي يشوفوا واش غادي يدير. الشتا جايه البرد جاي اش غادي يديروا؟ وكاع من هادشي ما كاين حتى شي واحد بعقلو اللي غادي يقول ستوب هادشي بركة، راه المواد الغذائية تتخسر وهكا بركة. خاصنا نديرو شي حل. خاص هاد الناس هادو خاصهم الدار اللي هي مهمة. وكلهم هذا مطلع كاميو، هذا مطلع بيكوب، هذا مطلع رموكة، هذا وتيغامروا بحياتهم. رجال تتغامروا في حياتكم، ولكن صافي راه ملي طلع كامل شحال من واحد يكون ساكن في الجبل راه الناس تيكونوا قلال. كافيهم كاميون، كل جبل يمشي ليه كاميون كافيهم اللي هي كاع. دوك الفلوس كاملين خاصهم يتجمعوا واش يديروا بيهم الديور. هادشي انا اللي تنشوف واللي في نظري. وكنتمنى من للقدام ما نتصدموش شي صدمة خايبة وما يسمعوناش الهضور هنايا، حيت اصلا حنا ديما الهضره تمشي لينا في هاد البلاد هادي. واش غنقول لكم؟ كل واحد تيدير داكشي اللي قال ليه مخو، لكن خاصنا نفكروا بالعقل. حيتاش هادوك الناس راهما خاصهم سميتو خاصهم ديور ما عندهم حتى شي حاجه. اش غادي يديروا؟ اش تجاي اش غادي يديروا؟ والبرد ولادهم واش ما يقراوش يبقاو في الخيام؟ البرد بدا من دابا. ايوا مهم انا غير هضرت. كنتمنى تفكروا مزيان مع ريوسكم وهذا هو الحل انا في نظري. وتطلعوا لي في ريوسكم وتصبحوا على خير. ولا عجبكم الفيديو، انا كلمات حق قلتها، تعجبكم ولا ما تعجبكم قلتها. مهم تصبحوا على خير، تلقاو في الفيديو الجاي.